خد تعالى تعالى، انا عارف مشكلتك ايه، عارف انك عندك مشكله في الالماني وانك على مدار الترم الثاني ما ذاكرتش ولا مره الماني. كنت منفض طبعا للموضوع وقلت ده بره المجموع، بس ان شاء الله وبعون الله هنكون معاكم في المراجعه النهائيه على قناه اليوتيوب. هنزل لكم مراجعه كويسه جدا جدا فيها كل تريكات المنهج بالاسئله بتاعه الامتحانات، ومش هسيبك غير وانت داخل الامتحان الالماني وان شاء الله مطمن انك هتقفل الامتحان. بس تابعنا واوعى تفوت محاضره من دلوقتي. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا أولى إعدادي لغة ألمانية، يا رب تكونوا بخير يا أولاد وأفضل حال. ما ننساش كده الدعاء بتاعنا في البداية، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أكيد أنت محتاس، أكيد طول الترم أنت ما ذاكرتش، أعياد ورمضان ودخلنا كمان في أجازة، فأنت أكيد لحد دلوقتي ما فتحتش الألماني. وفي منكم كمان اللي لسه يا أولاد لحد دلوقتي ما يعرفش أصلا إيه اللي في المنهج. خلاص بقى نبطل تأجيل وتسويف ويلا بينا نبدأ مع بعض اللغة الألمانية، عشان دي مادة مهمة جدا جدا وهتفيدك إن شاء الله بعد كده لما تدخل ثانوية عامة. خلاص يا أولاد؟ طيب هنعمل إيه مع بعض؟ في طلاب مننا بيحب يكون يبتدئ من أول خالص شرح القواعد واحدة واحدة وشرح المنهج، وفي طلاب بيجوا بالامتحانات يقول لي يا هير أنا اديني امتحانات أحلها أقفل المادة. خلاص؟ وبالفعل هو يا أولاد أهم حاجة في كل المواد اللي أنت بتدرسها هو إنك تحل امتحانات، هو إنك إيه؟ تحل امتحانات. عشان كده النهارده أنا جاي لك عشان نحل مع بعض امتحانات، عشان لو كنت من اول السنه ملتزم وبتذاكر الالماني فتقفل معايا وتحل معايا امتحانات، ولو كنت مراكم الالماني عليك فان شاء الله باذن الله المراجعه ديت واحنا بنحل امتحانات هتلم لك المنهج كله، لان انا دلوقتي هشرح واحل معاك. يعني انا هحل يا اولاد وهقول لك انا ليه اخترت الجمله ديت، فاظن كده مالكش حجه. اظن لما احل معاك جمله جمله تبقى في نفس الوقت بتراجع وفي نفس الوقت بنشرح المنهج من الاول. خلاص يلا بينا كده، اقفل تليفونك، ابعد عن اي مشتتات حواليك، خش الاوضه وركز معايا كده عشان نحل مع بعض 3 4 امتحانات، والسهره تبقى جميله وحصه تبقى جميله ان شاء الله، بس عايزك تركز معايا. خلاص طيب تعالوا بقى يلا كده عشان نبتدي باول امتحان عندنا، باول امتحان في المراجعه بتاعتنا اللي ان شاء الله هتخليك تدخل الامتحان وتقفل الالماني. في الامتحان الاول ده يا اولاد جايب لي قطعه. خلاص اول امتحان طبعا بيجيب لك القطعه. طبعا ده امتحان من كتاب هالو دويتش يا اولاد، الامتحانات ديت من كتاب هالو دويتش، والامتحان ده بالظبط بتاع السادس من اكتوبر، اداره السادس من اكتوبر التعليميه. تعالى نقرا مع بعض القطعه واحده واحده ونشوف هو عايز ايه في القطعه. في القطعه بيقول لي ماي نامي است احمد، انا اسمي احمد. ماشي يا سيدي. اشقومي اوس كايرو، انا جاي من القاهره. بيقول لي مايني فاميلي است جروس، عيلتي كبيره. Ich habe 3 Geschwister. خد بالك لازم اكون حافظ العيله، لازم اكون عارف جشفستر يعني اخوه واخوات، انا عندي 3. بيقول لي بقى ادم است 8 Jahre alt، ادم عنده 8 سنوات، بيحب يلعب كره قدم فوتبول. وساره عندها 13 سنه، بتحب تقرا. زي ليست جيرن الفعل لازم يقرا. وهند عندها 15 سنه، زي هورت جيرن موزيك، بتحب تسمع موسيقى. ماين فاتا والدي arbeitet يعمل in Alexandria، شغال في الإسكندرية. und meine Mutter arbeitet nicht، مامتي مش شغالة. sie ist immer zu Hause، هي دايما في المنزل. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة اللي على القطعة. بيقول لي السؤال الأول wie ist Ahmed's family، يعني هنا في معناها إيه يا أولاد؟ ها معناها كيف تكون عيلة أحمد؟ والله لو ركزت في القطعة أو رجعت لها تاني هيقول في السطر الأول عيلتي مالها. بص بعلم على إيه؟ أهو بيقول لي العيلة كبيرة جروس، يبقى نمر ب، أدي أول اختيار. في فيلي، هنا في فيلي معناها كام العدد؟ ها في فيلي معناها يا ولاد كام العدد. كيندا هات أحمد فاميلي، هي عيلة أحمد فيها كام طفل؟ إحنا هنعد بقى. هو قال المفروض لما جه احمد يتكلم على نفسه قال لك ايه؟ بص انا هعلم فين في السطر اللي فوق. اشهاب دراي جيشفستر، قال انا عندي 3. عيله احمد فيها كم طفل؟ يبقى 3، وما تنساش احمد معاهم يبقى فيها. خلاص يبقى عيله احمد فيها كم طفل؟ 4، يبقى 3 اخوه اللي هم ادم وساره وهند وكمان احمد، يبقى اولاد فيها 3. فو اين ابايتت احمد فاتا، يعني ابو احمد شغال فين يا اولاد؟ هنرجع للقطعة في السطر الأخير لو مركز معايا، الامتحان قدامك أهو. ماين فاتا
arbeitet in ايه الكسندريه، يعني شغال فين؟ في الاسكندريه، صح؟ بس هنا في الاختيارات ايه بقى؟ شوف خلي بالك، قال لي ان ايجيبتن ولا اوس اليكس ولا ان كايرو. طبعا اوس اليكس هنا غلط. ليه؟ لان اوس اليكس معناها من الاسكندريه، والسؤال ده اهو لازم اسال عليه فوهيا، فاكره في الترم الاول لازم اقول لك فوهيا من اين، فتقول لي اوس. طب هنا نختار ايه؟ اختار يا سيدي ان ايجيبتن، ما هي الكسندريه دي فين؟ الاسكندريه فين؟ ان ايجيبتن، يبقى ده الاختيار بتاعي الصح. عرفت ليه اوس اليكس؟ هنستبعدها هنا من الاختيارات. طيب بيقول لي فوهيا كومت دي فاميلي، خد بالك بقى، دي الكلمه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. فوهيا معناها من اين تاتي العيله، العيله دي جايه منين؟ خد بالك نمر غلط، عارف ليه؟ لان حرف الجر ان يعني في مصر، انا ما ينفعش اقول لك من اين تاتي وتقول لي في مصر، المفروض تقول لي من مصر. يبقى هنا المفروض كان صح يا اولاد يقول لي اوس، عشان كده غلط. طب اوس اليكس هي من الاسكندريه ولا اوس كايرو من القاهره؟ ارجع للقطعه، نرجع للقطعه يا اولاد براحتك، ارجع للقطعه. هو في الاول قال لك ايه؟ اشكومي اوس كايرو، انا جاي منين؟ من القاهره، يبقى العيله دي جايه منين يا اولاد؟ العيله دي جايه منين؟ يبقى اوس كايرو، ده الاختيار الصح. في الت هنا كام العمر؟ احفظ بقى اداه الاستفهام. في الت كام عمر ادم؟ ادم عمره قد ايه؟ هنرجع للقطعه، لما اتكلم على ادم يا اولاد هنعلم باللون الاحمر عشان تاخد بالك معايا. فين ادم؟ اتكلم على ادم فوق وقال له هوت اخت ياري الت، كام؟ 8 سنوات. اخت ياري الت، لازم تكون حافظ الارقام. اخت ياري الت، يبقى هنا نمر ب. Was macht هند gern؟ Was macht هند بتحب تعمل ايه؟ ارجع للقطعه تاني الاول نشوف هند كانت بتحب تعمل ايه. لما اتكلم على هند في القطعه بتاعتنا يا اولاد، قال لك هند مالها؟ بعدين قال لي زي هورت جان موزيك، يعني بتحب تسمع موسيقى اهي. ننزل بقى في الاختيارات نشوف فين. يبقى فين اختيار الصح؟ يبقى نمرة سي، زي هورت جان موزيك. كده القطعة بتاعتي اتحل. تعالى ندخل مع بعض على الجراماتيك. اول سؤال عندي في الجراماتيك، في ناس ما بيحبوش موضوع الجراماتيك لكنه سهل جدا والله. بيقول لي في اول واحدة فاترز فاتر، ده فزورة، ابو ابويا. فاترز فاتر، ابو ابويا بيكون ايه بالنسبة لي؟ يبقى ماين اوما جدتي ولا اوبا ولا انكل؟ طبعا اوبا، بيكون جدي يا ولاد. السؤال الثاني دازيست وبعدين مديني كلمة فروين. بص يا سيدي، فروين ده أداته دير يا هي، دير مذكر، تديله ايه في الاختيارات؟ انا هديله هنا دازيست اين فرويند فون بابا، ولا ده صديقي من بابا؟ هنا هقول يا اولاد المفروض هنا دير فرويند مذكر، هنا ما تمشيش اين اين ولا ماين، انا هنا هستخدم يا اولاد اداة نكرة، هقول ده صديق بابا، انه يكون صديق بابا. ما انا مش هينفع اقول ماين، مش هقول ده صديقي من بابا، ده ما ينفعش، لا ده صديق بابا، ده زيست اين فرويند، انه صديق بابا. افهم الجمله دي، الامتحان ده فيه تريكات، فيه تريكات ولازم تركز معايا. السؤال الثالث ماين اونكل، عمي او خالي، هنعوض عنه بايه؟ هو. خد بالك الفعل مشتن اهو، مشتن ده هو اللي عليك يا اولاد لازم تحفظه قبل ما تروح الامتحان. مشتن ده معناه يريد، ماله؟ فعل خاص في تصريفه، التصريف بتاع الايش والا والاس والزي، احفظ ورايا، الايش والا والاس والزي تصريفه مشتن اهو، احفظه كده، مشتن ده فعل خاص في تصريفاته. طيب رقم 4 دو جايه من الجيتار، طبعا انا عندي دو، فهتقول لي الدو بتاخد النهايه ايه؟ السيتي، لازم اكون حافظها. طيب انا عندي كومست هير وعندي شبيلست، اقول لك هنا مع الجيتار اللي هيمشي شبيلست، تلعب، برافو. 5 بيقول لي في هايست داين تانتي، انا بسأل على مين؟ على عمتك او خالتك. في هايست داين تانتي يعني المفروض هعوض على داين تانتي بايه؟ بزي هي، صح كده؟ برافو، عشان اقول زي هايست تينا هي اسمها كذا. ادي الجراماتيك يا سيدي. تعال نشوف المواقف. في الموقف الاولاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي داين فرويند، صاحبك بيسألك، بيقول لك فيا اس داس، من يكون هذا؟ فالمفروض تقول لي اين تليفون، غلط، ولا هتقول لي ماين فوتو صورتي، غلط، ولا هتقول لي ماين زون ابني، عشان عايز عاقل هنا، فيا اس داس عايز عاقل. الموقف الثاني صاحبك بيسألك فاس ماخز دو جيرن، السؤال ده معناه بتحب تعمل ايه؟ هتقول لي ايه؟
هتقول لي انا عايش في القاهره غلط، هتقول لي ده كلبي غلط، هتقول لي ايش اتسايشني صح. الهوايات برضه لازم تكون عارفها. زي ايه الهوايات؟ انا بلعب، انا برسم، انا بطبخ، انا بقرا، كل دي الهوايات. ايش اتسايشني. 3 بيقول لي 15 يعني 15. فلما يمند يعني شخص يسألك على ايه كده تقول له 15، يسألك عن الاسم غلط. هيسألك على هيكونفت اللي هي معناها الموطن والمنشأ بتاعة الترم الأول. لا، هيسألك على ديم ألتا العمر. ألتا يا ولاد يعني ايه؟ عن العمر. 4 داين فرويند صاحبك مش في البيت. صاحبك فين؟ مش في البيت. فداس هايست ده معناه ايه؟ اللي صاحبك كده فيج معناه راح خرج، ولا صاحبك في المنزل، ولا صاحبك بيكون هنا؟ ها، هو بيقول لك فوق نشت تسو هاوزي مش في البيت، يبقى ده معناه اللي صاحبك خرج او راح. ماين فرويند است فيج. خلاص يا ولاد؟ طيب ندخل على الكلمة المختلفة. طيب مديني كلمة ليرر وشولر وفوسبال وريبورت. أنا بستخدم الكلمة الغير مختلفة إزاي أو بطلعها إزاي يا أولاد؟ هنا ليرر المفروض مدرس، شولر طالب أو تلميذ. عندنا فوسبال يعني إيه؟ كرة قدم، وريبورتر صحفي، يبقى فوسبال هي المختلفة. الباقي دول المفروض وظائف. خلاص؟ زون ابن، أوبا جد، برودر أخ، إشفيستر أخت. بالله عليك هنا أنهي كلمة مختلفة فيهم؟ أكيد يا هيرشفيستر. 45 معناها 50، درايتسش 30، زيبتسش 70، و9 يعني لأ، يبقى هي 9 المختلفة هنا هي. 4 فير وفونت في الت وفاس. طبعا فير وفي الت وفاس أدوات استفهام يا ولاد، معانا فونت ما عدا فونت هنا ده فعل. نبص في الجملة رقم 5، بنديني هو، وماين أداة ملكية، وأين أداة نكرة، وداين برضه أداة ملكية. خد بالك المفروض ماين ده هي يا أولاد، ركز مع أداة الملكية ده تمشي مع المذكر والمحايد، يعني اللي أداتها دي وضص. أين أداة النكرة بتاعت المذكر والمحايد. ضاين نفس الكلام. إذا إير هنا المختلف ليه؟ عشان هو إير ده هو إير معناه هو ده بتاع المذكر فقط، لكن الباقي بقى ماين أداة الملكية لما بنيجي نشرحها ماين بتيجي مع المذكر والمحايد. طب وأين؟ ما هي بتاعت المذكر والمحايد. طب وضاين نفس الكلام. اذا دول ينفعوا مع مذكر او محايد، لكن هو ده مذكر فقط. خلاص؟ فيبقى ده المختلف. هنكمل الديالوج هنا. وفي بعض الطلاب برضو بيحصل لهم مشكله في الديالوج في المحادثه، بالرغم ان الموضوع سهل جدا. وتعالوا مع بعض كده هنحل على المحادثات عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. هالو وسالك سؤال، نمر ب رد قال لك 9، لا ده زيست ماين فورين، ده صاحبي. انا بس عايز الفت نظرك لحاجه، ادام رد وقال 9 يعني لا، اذا السؤال اللي هحطه بادئ بفعل يا اولاد. ادام رد عليا وقال لي يا او 9 يبقى السؤال بادئ بفعل. هجيب الفعل منين؟ بص يا سيدي، هجيب الفعل من الاجابه اللي هو مديها لك في الامتحان. هو هنا قال لك ايست، اعمل بس عمليه مقص كده. انت متخيل معايا الموضوع سهل ازاي؟ هتعمل عمليه مقص. فانا هسال اقول ايه؟ هقول لك ايست داس. مثلا الماين هنا في الاجابه تطلع فوق تبقى داين. حط حاجه تانية، مثلا ممكن اقول لك ايه ده، مثلا وليكن برودر اهو. فانا قلت لك ايس داس داين برودر، هو ده اخوك؟ فرديت قلت لي لا ده صديقي. فهمت جبت منين السؤال؟ من الاجابه اللي عندي. الاجابه لو في حاجات بتتحول بس احولها. ارجع اسال سؤال تاني، فرد قال لي هايست هاني، هو اسمه هاني، يبقى السؤال اسمه ايه هنا؟ المفروض هقول لك ما اسمه، يبقى في هايست وبعدين الضمير اير هو، ما هو اير هايست. هتعمل برضه عمليه مقص تبقى فوق هايست اير. في هايست اير هو اسمه ايه؟ تحت قال لي تاني في الت است اير. في الت معناها كام العمر يا اولاد؟ اعمل عمليه مقص، يبقى انا هقول ايست وحط لي عمر مثلا زي 15 مثلا اهو 15 وياري الت اهو. عملنا عمليه مقص يا اولاد بالتحويلات لو في تحويلات عندي في السؤال. ايست 15 ياري الت. كده اتمينا الامتحان الاول بكل بساطه. مش هسيبك برضه، هنعمل ايه هي؟ هنحل كمان امتحان مع بعض. يلا بينا يلا بينا نخش على الامتحان الثاني بتاع اداره شرق مدينه نصر. يلا بينا. هنبتدي بايه؟ طبعا هيبتدي بالقطعه. تعالوا مع بعض نقرا القطعه يلا. القطعه اللي عندي بيقول لي ايه؟
اوعى تكون سرحت، ركز معايا. هالو ايش بين رالف، انا اكون رالف، انا عايش في برلين في المانيا. ايش هابي اين شفيستا، انا عندي اخت. und einen برودر، وعندي اخ. الراجل عنده اخت وعنده اخ. خلاص. اخويا اسمه كارل. ها، mein Bruder heißt كارل، عنده 13 Jahre alt، عنده 13 سنة. عيلتي برضه جروس كبيرة. Ich habe 2 Onkel und 3 Tanten. بسم الله ما شاء الله، أنا عندي عمين أو خالين وعندي 3 عمات أو 3 خالات. Ich habe 2 Onkel و 3 Tanten. ركز معايا. Sie wohnen، هم عايشين فين؟ in der Glasstraße in Berlin، شارع اسمه شارع جلاس في برلين. Mein Vater ist Lehrer، والدي مدرس. in einer Schule in Berlin، في إحدى المدارس في برلين. Meine Mutter ist Hausfrau، ممكن ما تكونش عارف كلمة Hausfrau يعني ربة منزل. خلاص، Hausfrau ربة منزل. السؤال الأول لحضرتك بيقول لك إيه؟ Wo wohnt Ralf؟ أين يسكن رالف؟ هو فوق يا سيدي قال إيه في أول السطر؟ قال لك أنا عايش في برلين في ألمانيا. يبقى الإجابة هنا نمر ب. أهو القطعة إجابتها في القطعة، فلازم أكون ال6 درجات اللي على القطعة دول أكون ضامنهم يا ولاد معايا. خلاص؟ طيب، رالف هات، رالف يمتلك 2 جيشفيستا ولا دراي أونكل ولا 2 تانت؟ ها، طبعا رالف ده عنده، هتلاقي عنده 2 أونكل وثلاثة طمطم. يعني عايز اقول لك اللي بيه غلط وتسي غلط، هو بدل الارقام. عنده 2 أونكل ودراي طمطم، تبقى بيه وتسي غلط. هو قال فوق انا عندي ايه؟ ها، انا عندي ich habe eine Schwester، عندي اخت وعندي einen Bruder وعندي اخ. معنى كده اللي هو هات 2 جيشفيستر، عنده 2. الجيشفيستر هنا تطلق يا ولاد على الاخوه والاخوات، المذكر والمؤنث. طيب، السؤال الثالث بيقول لي في هايست، ما اسم رالفس برودر؟ اسم اخو رالف ايه؟ نرجع للقطعه تاني بالراحه. ها، معلش نرجع للقطعه تاني. فين اخو رالف اسمه ايه؟ هتلاقي في السطر اهو، علم بالازرق عشان تاخد بالك. ماين برودر. ها، ماين برودر يا ولاد هايست كارل. اهو شفت ده اللي انا بعلم عليه بالازرق. فنختار ايه هنا؟ نختار كارل. في الت است رالفس برودر. في الت معناها كام العمر، لازم تكون حافظ الحاجات دي معايا بقى. في الت كام عمر اخو رالف. نرجع فوق وقال لك كام؟ درايت سين 13. شوف انا بعلم فين اهو. نمسح بس دي شويه عشان تاخد بالك اهو. درايت سين يارا الت، يبقى هنعلم هنا ايه؟ على نمر ب. لازم تكون حافظ الارقام اللي تسالن يا ولاد، الارقام تكون عارفها عشان تحت دراي ياري يعني 3، لكن درايت سيش اللي هي نمر سي معناها 30. فلو مش حافظ الارقام ممكن تختار رقم غلط. ها، بيقول لي بعد كده فوفونت اين تسكن عيله رالف؟ عيله رالف بتسكن فين؟ لو رجعنا للقطعه بتاعتنا اهي، هنعلم بالازرق برضه عشان تاخد بالك. في السطر قبل الاخير قال لي زي فونن ان دير جلاس شتراسي ان برلين اهو. يبقى نختار تحت ايه يا اولاد؟ نمر، ها، نمر ايه؟ نمر تسي. نمر تسي. السؤال اللي بعده بيقول لي was arbeitet رالفس فاتر؟ رالفس فاتر يعني ماذا يعمل والد رالف؟ هو شغال ايه؟ الراجل قال لك والدي شغال ليرر، مدرس اهو. ان اينر شولي، في احدى المدارس، يبقى ليرر يعني مدرس. خلاص، ابو رالف يا ولاد مدرس. دي القطعه الاولى. سؤال الجراماتيك بيقول لي في اول واحده برودر. برودر يعني اخ، احنا عارفين برودر اخ اداتها دير مذكر. في الاختيارات مش هتمشي ايني ولا مايني، عشان مايني وايني بتاعت المؤنث، تبقى ماين بس. فاس ايه دو؟ الدو نهايتها ايه يا ولاد؟ في تصريف الافعال الدو بياخد اس تي، يبقى ماخست. صح كده؟ نكمل الجراماتيك في الصفحه الثانيه. ماين فرويند اهو، هعلم على ماين فرويند يعني المفروض صديقي ده اهو، بعوض عنه بالضمير اير. صح؟ طيب، ما تنساش الفعل سبريشن واحنا بنصرفه، يعني انا هكتبه هنا في الجنب اهو. الفعل يا ولاد سبريشن اللي هو يتحدث. قلنا ايه؟ قلنا في تصريفه الايه ده اهو بشيله واحط مكانه اي، اللي هو اي، يعني بشيل الايه واحط اي. لما هاجي اصرفه مع الدو، احفظ ورايا، مع الدو والاير والاس والزي. سبريشن ايه اللي بيحصل فيه؟ بشيل الايه احط اي مع الدو والاير والاس والزي. يعني التصريف هنا ايه؟ غير اشبريشت ده اللي هو في الاول اللي هو في اي.
حبيبة المفروض حبيبة هنعوض عنها بزي هي، وانا من شويه في الاختبار اللي فات قلت لك مشتن لازم تحفظه، في حالات كده لازم تحفظها. مشتن الايش والا والاس والزي تصريفه مشتي عشان ده فعل خاص. هي است فرويندن، فرويندن صديقه اداتها دي مؤنثه، ندي لها ايه في الاختيارات؟ ادام دي مؤنث ندي لها ايني اللي اخرها ايه؟ ايني بتيجي مع المؤنث. خلاص يلا بينا نشوف المواقف. بيقول لي انت بتسأل على الهيركونفت، الموطن، الهيركونفت الموطن والمنشأ بتاع عمر، يبقى السؤال انه يا ولاد؟ هتقول لي في الت كم عمر؟ غلط. هتقول لي في هايست ما اسم؟ غلط. هقول لك woher kommt er من اين ياتي. 2 jemand fragt شخص بيسأل wo arbeitet dein Vater اين يعمل والد ابوك؟ شغال فين؟ يبقى المفروض الاجابه ايه؟ ليرر مدرس. غلط، انا ما بقولكش هو شغال ايه، اين يعمل، عايز مكان. او سكايرو من القاهره. غلط، باي فودافون. باي بيجي معاها يا ولاد مكان العمل. خلاص حرف الجر باي ده اهو بيجي وراها مكان العمل، احفظها بقى. طيب انت بتسال على بيرزون يعني شخص، هتسال تقول لي ايه؟ طبعا عارفين السؤال من يكون هذا، فيا است das، حافظينه من الترم الاول. من يكون هذا. دو بيست ام تليفون، انت على التليفون هتقول ايه؟ المفروض اول ما بتتصل على التليفون هتقول لي ايه؟ هي است نينا، يعني بتقول لي معاك كذا، دي معناها معاك احمد، معاك كذا. خلاص. طيب نشوف الكلمه المختلفه. اول واحده مديني جوت ليرنن زوبا الت، طبعا هنختار ليرنن هنا عشان ده الفعل اللي في وسط الصفات وده المختلف. اتسايشنن تورنن ريشني ليزن، كلهم تصريفهم ايه ان ما عدا ده، اخره ايه؟ كلهم افعال في المصدر ما عدا ده. فيرتسش 40، اتسفانسش 20، زيكس 6، برايتسش 30. انا هختار زيكس اهي لان الباقي في العشرينات، 20 30 40 50، لكن 6 ده لسه في الاحادي. برلين فوتبال تنس باسكت بول، هختار برلين طبعا لان الباقي العاب. بيتر مونيكا ايفا ليزا، هختار بيتر عشان باقي الاسماء دي يا ولاد مؤنث. خلاص تعال نشوف الديالوج وركز معايا عشان عارف ان الديالوج هنا بيسبب برضه للطلاب مشكله، بيبقى طالع من الامتحان يقول لك ايه هنا انا ما حلتش المحادثه عشان صعب. يا ابني صعبه ليه؟ انت لو بصيت في الاجابه هتجيب السؤال. بص معايا، هيسالك سؤال، ب قال لك ايه؟ قال لك ده سيست ماين برودر، انها اخويا، تبقى السؤال ايه؟ جيبه بالعربي. هقول لك من يكون هذا، صح؟ هو مين ده؟ تقول لي اخويا. مين ده يعني ايه بقى؟ wer ist das، من يكون هذا اهو، wer ist das. طيب هسألك سؤال تاني، فقلت لي ايه؟ ist 13 Jahre alt، هو عمره 13. تفتكر السؤال ايه؟ كم عمره يكون؟ كم العمر يعني ايه؟ wie alt، والباقي هتجيبه منين؟ من المقص اهو، يبقى ist er. طيب رجع هو سألك سؤال قال لك است شولر، السؤال هنا بادئ بفعل ولا أداة استفهام؟ لا بادئ بفعل. ادام بادئ بفعل نجاوب بيا وناين. هو طالب، هو تلميذ، يبقى في الحالة دي هقول له مثلا يا، وبعدين اعمل عملية مقص يا سيدي كده، يبقى هقول له است شولر. بس كده اهو، ما جبتش حاجة من عندي، انا بصيت في الإجابة وبجيب السؤال بناء على الإجابة بتاعتي. خلاص يا ولاد، مش هسيبك برضه، هنحل كمان اختبار، يبقى هنحل اختبار كمان. قلت لك مراجعه هنعمل لك مراجعه ان شاء الله باذن الله تطمن وانت داخل الامتحان. انا زي ما قلت لك سواء كنت بتلم يعني المنهج من الاول ومتابع، او كنت مراكم وما كنتش بتفتح الالماني خالص، ان شاء الله باذن الله المراجعه ديت هتخليك داخل الامتحان وانت 100 100. خلاص تعال نشوف كده الامتحان الثالث بتاع اداره المرج التعليميه. برضه هنبتدي بالقطعه. القطعه عندك بتقول ايه بقى؟ بيقول اسرتي كنت اوس ايجيبتن، عيلتي اسرتي جايه من مصر. ماشي يا سيدي، عيلتي بتسكن في ان اليكس اهو، ركز معايا. ماين فاتا است ارابيش ليرر، مدرس لغه عربيه. ماين موتا است انجليش ليررين، والدتي او مامتي مدرسه انجليزيه، مدرسه انجليزي يعني. ايش هابت سفاي جفسترن، عندي اختين جفسترن. سلمى und نهى، سلمى است 5، سلمى عندها 5 سنين، ونهى 10 Jahre alt 10 سنين. بيقول لك انا بلعب تنس. ماين جفيستا سلمى، اختي سلمى بتحب تلعب جيتار. ماين جفيستا نهى اتسايشنت und liest gern، تحب تسايشنت ترسم وليست جيرن تقرا.
ماين أونكل هايست عادل، عمي أو خالي اسمه عادل. إيه هات أين هوند، هو عنده كلب. ده هوند هايست لولو، الكلب اسمه لولو. ماشي يا سيدي. بيقول لي في السؤال الأول إيه؟ في فيلي. هنا في فيلي معناها كام العدد، صح؟ في فيلي كام عدد إيه؟ ديجفيستا. هاس دو، كم عدد الإخوة اللي أنت تمتلكها. دراي ولا فيا ولا تسفاي. انا لما اتكلمت في القطعه هنا يا اولاد اهو بص معايا قلت ايه؟ ايش هابت سفاي ايش فيسترن، صح؟ انا عندي اختين اتنين. كم عدد الاخوه اللي انت تمتلكها؟ يبقى تسفاي اللي انا ذكرتهم، انا قلت تسفاي ايش فيسترن يبقى تسفاي. طيب السؤال الثاني في الت، ها في الت ايه؟ في الت است نهى، كم عمر نهى؟ نرجع للقطعه تاني. كم عمر نهى يا سيدي؟ ها هنا لما قلت نهى عندها كام اهو هنعلم اهو مع بعض، عايزك تركز. ها قلت ايه؟ تسين يارا الت، عندها 10 سنين. يبقى هنختار هنا ايه يا اولاد؟ نمرة سي، صح كده؟ صح يا سيد. ها السؤال اللي بعده فيا من، بسأل على عاقل، مين اللي بيحب يقرأ؟ هنرجع برضه للقطعة، مفيش سؤال هجيبه تخمين. مين اللي بيحب يقرأ عندي؟ اهو هعلم اهو بالاحمر. نهى اتسايشنت اون ليست جير، هي اللي بتحب تقرأ، يبقى هنا اختياري على نهى. اهو نختار نمر طب فوهير من اين تأتي العيلة بتاعتك؟ فوهير قمت دايني فاميلي، عيلتك جاية منين؟ نرجع للقطعة ونشوف قال عيلتي جاية منين. هنلاقي اهو في السطر الاول اهو قمت اوس ايجيبتن، شفتوها يا اولاد اهي مايني فاميلي قمت اوس ايجيبتن، يبقى عيلتي جاية من مصر، صح كده؟ يبقى هنختار هنا نمر ب. في الت است سلمى، كم عمر سلمى؟ ارجع للقطعة نشوف سلمى عمرها كام. لما اتكلم على سلمى قلت ايه؟ فونفي يا ولاد اهي في السطر اهو الثالث، سلمى است فونفي عندها 5، يبقى نمر نختار هنا ايه؟ نمر فاس شبيل، طبعا هنا في تي ناقصة، فاس شبيلت سلمى، سلمى بتلعب ايه؟ نرجع للقطعة ما ورناش حاجة، سلمى بتلعب ايه يا ولاد؟ قال لي اهوت في السطر قبل الاخير سلمى شبيلت جيتاري اهو، شفتها؟ يبقى نرجع ورا ونعلم على ايه بقى؟ على جيتار. طبعا ما عنديش جيتار، هي بتلعب حاجه تانية سلمى ولا ايه؟ هو قال لي ماينش فيستر سلمى شبيلت جيتاري، صح؟ ما عنديش جيتار هنا ورا، يبقى احنا هنا هنشيل يا اولاد هنا في الحته دي ممكن نشيل بيانو ونحط كلمه جيتاري. جيتاري يا اولاد، هي سلمى بتلعب جيتاري خلاص، وبيانو يعني الجيتار والبيانو، بس لا خلينا نشيل بيانو ونحط جيتاري، دي ممكن تكون غلطه في الامتحان ده يا اولاد. خلاص طيب نخش على الجراماتيك. الجراماتيك بيقول لي برودر، حليناه قبل كده، برودر اخ، اداته دير، اداته دير احفظ ورايا، برودر اداته دير مذكر، اذا لا داين هتنفع ولا مايني، امال تمشي ماين، لان ماين بتيجي مع المذكر يا اولاد والمحايد. طيب سلمى، قلنا من شويه الفعل مشتن، ما تروحش الامتحان وانت مش حافظ تصريف الفعل مشتن، الايش والا والاس والزي مشتي اهو. 3 فاسس داس، قال له فوتو البوم، فوتو البوم يا سيدي اداتها داس، لا اين هتمشي ولا ماين هتمشي، تمشي اين، الداس اداه النكره بتاعته اين. كارين اين بارت، هنا المفروض هيبقى التصريف بتاعها ايه؟ نهايتها تي، ماخت، الا والاس والزي بتاخد تي في تصريف الافعال. فاس دو، الدو اهو تصريفه يبقى ايه؟ ليست ولا ليست؟ لا ليست هنا يا اولاد. ها خد بالك الفعل لازم ده هو اللي انا بكتبه، الفعل لازم ده هو الايه ده هي اللي انا بعلم عليها بالازرق بتتحول لاي اي اللي هي اي اي لما هاجي اصرفه مع الدو والا والاس والزي. احفظ ورايا لازم يقرا تصريفه ايه؟ ده في تريكايه، الايه بشيلها واحط الاي اي اللي هي اي اي مع ايه؟ مع الدو والا والاس والزي، اذا التصريف مع الدو ليست اللي فيها اي اي. طيب ندخل على المواقف. اول موقف بيقول لك انت بتسال على بيرزون يعني شخص، ها بتسال على شخص يبقى اقول لك من يكون هذا اهو نمر لا ب هتمشي معايا، ب بيقول لي ده كتاب، وتسيب يقول لي ماذا تريد، غلط. 2 بيقول لي المدرس بيسال، بيقول لك ايه؟ بيقول لك فاس ايست داين هوبي، ما هوايتك؟ هتقول له انا جديد هنا نمر نستبعدها. ب هتقول له لازم ايست مش تجود، القراءه مش كويسه استبعد ب. هقول له ايش اتسايشني جيرن، بحب ارسم.
3 تامر فرقت، تامر بيسأل woher kommst du، انت جاي منين؟ المفروض هقول له in Deutschland. غلط يا ولاد، لان ادام سأل بفوهير عايزين في الاجابة اوس، صح؟ الكلام ده كنا بنقوله في الترم الاول، فوهير من اين، يبقى في الاجابة اوس، يبقى هنا الاختيار نمر ب. داين فاتر والدك استفيج، فيج يعني خرج يا ولاد او راح، ده معناه اللي ما ينفطر استدا والدي هنا، ده يعني هنا، ولا ما ينفطر است تسو هاوزي والدي في المنزل، ولا ما ينفطر است نيشت تسو هاوس ولا والدي مش في البيت. تبقى الاجابه نمر سي هي اللي صح عشان قال لي فيج. تعال نشوف الكلمه المختلفه. اظن لحد دلوقتي 3 امتحانات اهوت، الموضوع هتلاقي معاك بدا يتحسن. يعني شفت انت وانت بتحل الامتحان الاول وصولك معايا للامتحان رقم 3 اهتيالي الموضوع فيه تحسن شويه. الكلمه المختلفه فاتر ولا اوبا فوسبال برودر، احنا هنا هنختار ايه المختلف؟ انا متاكد ان انت هتختار معايا فوسبال. فو فوهيا وان وفاس، طبعا انا متاكد برضو ان انت هتختار ان عشان الباقي ادوات استفهام. شرايبه مالي هورت ماخي، انا علمت لك اهوت وانا ماشي على النهايه اللي في اخر الفعل، شرايبه مالي هورت ماخي، طبعا تبقى هورت هنا. اتسين وايش وفونفتسش وتسفانسش، يبقى ايش، الباقي دول ارقام يا هير جدع. بن بيست زاين ايست، انه المختلف هنا؟ انا هختار زاين. ليه؟ لان زاين ده الفعل في المصدر اللي هو معناه يكون، خلاص، والباقي ده تصريفه بقى. بين وبيست وايست ده تصريفه مع الضمائر، يبقى زاين هو المختلف. تعال نشوف الديالوج. اظن الديالوج ده هتحله معايا، انا اهتيالي انت هتعرف تحل فيه كويس لو ركزت في اللي انا قلته في الامتحانين اللي فاتوا. هو سألك سؤال، خدت بالك؟ فقال لي تحت هالو دازيست ماينش فيستا، انها تكون اختي. قلت لك بالعربي هتقول ايه المفروض؟ هقول لك من يكون هذا، هو مين ده او مين دي. يبقى السؤال ده لازم تحفظه، فيا ايست داس فيرست داس، من يكون هذا بس. طيب انا قلت لك دازيست ماينش فيست، هسأل سؤال تاني فانت قلت لي زي ايست هي تكون زيشت سين يرى الت، عمرها 16 سنة، يبقى انا هسأل بأداة استفهام في الت كم العمر، واعمل اهو عملية مقص كده، يبقى هتقول لي ايست وبعدين زي. سهلة يا ولاد؟ طيب سألتك سؤال قلت لك ايه؟ قلت لك شبيلت زي تنس. السؤال هنا بادئ بفعل صح؟ شبيل، لسه قايلين في الامتحانات اللي فاتت لو اداك سؤال بادئ بفعل ما قداميش غير حلين، لا اما يا لا اما ناين. هنا ممكن اقول له يا، ايوه، وبعدين بعمل عمليه مقص يا اولاد، يبقى هقول له زي شبيلت تنس. قلت له ايوه بتلعب تنس. طب لو انت عايز تقول ناين هتقول لي ناين دي شبيلت وحط لعبه ثانيه مثلا فوسبال او فوليبال او ايا كان اللعبه، ده في حاله النفي. خلاص؟ طيب الدنيا ايه اخبارها دلوقتي؟ بلغني كده في الكومنتات، قول لي ايه الدنيا اخبارها معاك، الدنيا تمام؟ بدأت الدنيا كده تروق وتفهم ولا لسه برضه؟ لو لسه برضه على العموم انا مش هسيبك يا سيدي. طيب حلينا مع بعض 3 اختبارات، هنحل مع بعض الاختبار الخامس. الاختبار الرابع عديته عشان في غلطة في القطعة، لقيت في غلطة في القطعة يا اولاد، فاحنا هنعديه ونحل الاختبار الخامس مع بعض. سيبك بقى من حته الصف الثاني الاعدادي اللي قدامك على السبوره ده عشان دي غلطه طبعا مطبعيه، الاختبار ده بتاع اولى اعدادي. خلاص؟ طيب ركز معايا، قلت لك دي مراجعه مهمه جدا جدا فيها التقفيل ان شاء الله يا صاحبي، بس لو ركزت معايا في اللي انا بقوله واللي انا بشرحه. خلاص؟ طيب تعال نشوف الامتحان الخامس ده. في القطعه الاولى بيقول لي هالو اش بين كلاوس، انا كلاوس، انا جاي من المانيا، ان منشن فوني ايش، انا عايش فين؟ في منشن. بعد كده بيقول لي فون سين يا رألت بنيش، يعني عمري 15 سنة. ماين فاتا است ليرر، بابايا مدرس. ماين موتا ابايتت نيشت، نيشت أداة نفي، مامتي مش شغالة. ايش هذا ايني جفستر، انا عندي اخت. زي هايست ايه؟ نينا. und ist 3 Jahre، عمرها 3 سنوات. und das ist باول، وده باول. ماين ميتشولر، ده زميلي. باول زميل دراسة، ميتشولر. قمت aus هامبورج، باول ده يا ولاد جاي من هامبورج. باول und ich spielen gerne تنس، بنحب نلعب تنس. am Wochenende، في نهاية الأسبوع. gehen wir in den Club، بنروح النادي. أول سؤال عندك woher، من أين، صح كده؟
من اين يكون كلاوس؟ كلاوس منين يا ولاد؟ من دويتشلاند صح؟ يبقى الاختيار بتاعي نمر ب. بيقول لي فوفونت كلاوس، كلاوس عايش فين بقى؟ في القطعه فوق اهو، نعلم بالاحمر، ما الراجل لسه قايل ان منشن فون ايش، يبقى ان منشن نمر سي. فيا است نينا، مين بتكون نينا؟ كلاوس جفيستر اخت كلاوس، ولا كلاوس فرويندن صديقه كلاوس، ولا مامة كلاوس؟ طبعا جفيستر يا ولاد اخت كلاوس. في الت كم عمر نينا؟ هو قال لي فوق اهوت كام؟ دراي يار، يبقى هنختار هنا الاجابه نمر دراي يار الت. بلاوس باول سوري باول اند كلاوس، باول اند كلاوس زيند بيكونوا ايه؟ ليرر مدرسين، شولر فوسبال شبيلر، ولا لاعبين كرة قدم؟ طبعا زيند شولر يا ولاد، بيكونوا طلاب تلاميذ يعني. طيب بيقول لي في السؤال الاخير فاس شبيلت كلاوس جيرن، بيحب يلعب ايه كلاوس؟ تنس ولا فولي بال ولا باسكت بال؟ هو فوق قال لي ايه في نهايه القطعه؟ قال لي تنس يا ولاد، يبقى هنستخدم الاجابه نمر ادي القطعه، قطعه درجاتك مضمونه ما فيهاش نقاش. الجراماتيك بيقول لي ساره، طبعا ما تنساش الفعل اشبريشن تاني هنكتبها اهوت على السبوره عشان تركز معايا. اشبريشن ده جراماتيك مهم قوي، الايه ده اهو هنشيل ونحط اي لما اجي اصرف مع الدو او الا او الاس او الزي، خدت بالك؟ يعني ايه؟ يعني اللي فعل صح شبريشت اول فعل، خلاص؟ وانت فهمت ليه شبريشن الاي بتتشال ونحط اي اللي هي اي مع الدو والا والاس والزي. رقم 2 بيقول لي كلمة جفيستا، جفيستر يعني اخت يا ولاد، اداتها دي مؤنث يا هي، تاخد مايني، اداة الملكية مايني. رقم 3 بيقول لي ايش انا، تصريفه ايه؟ طبعا مشتي، مشتي يبقى اول فعل يا ولاد مشتي، خلاص؟ طيب نجيب تكملة الجراماتيك في الصفحة الثانية. بيقول لي فاسس داس وقال لي جيتاري، جيتاري اداتها دي، تبقى لا هتمشي اين ولا ماين، تمشي ايني، عشان ايه؟ عشان اداتها دي مؤنث، يبقى اداه النكره يا ولاد ايني اخرها ايه برضه. طيب فير جوت قال لي كارل، فير هنا خد بالك السؤال ده مهم، فير ده اهو معناه من، بيعامل معامله المفرد، يعني بنعوض عنه بالا او الزي. الكلام ده ايه؟ يعني فير من هنا مش فير يا ولاد، مش فير نحن، فير اداه الاستفهام من للعاقل بتعامل معامله المفرد، يعني بنصرف مع الار والزي، يبقى اخره تي، يبقى تسايشنت كده. الفكره دي مهمه واحفظها كده، فير من للعاقل بيعامل معامله المفرد، يعني ايه؟ يعني بعوض مع الار والزي. المواقف، صاحبك بيسالك بيقول لك فاس مشتس دو ماخن، فاس مشتس دو ماخن انت عايز تعمل ايه؟ هتقول له ان روح مالن ناين دانك توت ميلاي، طبعا هتقول له ارسم في هدوء، يبقى الاجابه الصح نمر باين فرويند بيسالك شبيلس دو هاندبال، هل انت تلعب هاندبال؟ هتقول له يا ايش شبيل تنس، طبعا غلط. ولا تقول له يا كلار، ايوه تمام. ولا ناين هاندبال، طبعا تسي غلط، مش هقول لك بتلعب هاندبال هتقول لي لا هاندبال، يبقى يا كلار، يا كلار يعني موافق، تمام. انت بتسال على التا، التا يعني ايه؟ العمر، يبقى لازم حافظين السؤال بتاع العمر، في الت بسدو، لكن ب اين تسكن؟ اتسي هل انت جديد هنا، يبقى دول غلط يا ولاد. باين فرويند زاكت بيقول ان شولدجونج معذره، المفروض صاحبك بيقول لك معذره، حضرتك ترد تقول لي ده زيست جوت، ده كويس، غلط. هتقول لي بيس شبيتا الى اللقاء، غلط. هتقول لي ايه بقى؟ المفروض لما حد بيعتذر لك تقول له ده سماخت نشتس، يعني ولا يهمك، معناها لا بأس، خلاص؟ das macht nichts بتتقال امتى؟ لما حد يعتذر لك يا ولاد. تعالوا نطلع الكلمة المختلفة. مديني زيبتسش اللي هي معناها 70، برايتسش 30، هوند كلب، تسفانسش 20، تبقى هوند طبعا. اللي بعدها هي هنا، ايش انا، دو انت، ايه هو، يبقى هي ده ظرف مكان والباقي ضمائر شخصية. اللي بعدها مديني برلين، منشن، فرانكفورت، وبارتي، انا متاكد انك هتختار بارتي عشان الباقي دول مدن. فاتا، موتا، تليفون، جفيستر، يبقى تليفون. مالن، اتسايشنن، ريشنن، فراو، يبقى فراو هي المختلفه والباقي دول يا اولاد افعال. اظن اكتر حاجه بتحلها صح هي الكلمه المختلفه. تعال نشوف المحادثه. المحادثه بتقول لي هبه شاو مال بصي ماين فريين فوتوس، دي صور الاجازه بتاعتي. هتقول لها اوجوت
وبعدين هتسألها سؤال، قامت قالت لها does this meine Schwester. لسه حالين اختها من شويه في الامتحان الثالث لو انت مركز معايا، انها تكون اختي. يبقى السؤال اسمه ايه يا اولاد؟ ها، يبقى انا المفروض اقول لها wer ist das، من يكون هذا. طيب هرجع اسالها سؤال تاني عشان قالت لي زي است 7 Jahre alt، عمرها 7 سنين. يبقى اداه الاستفهام في alt كام العمر، والهير قال لي اعمل مقص كده، يبقى هنقول لها است زي في alt. ها في alt ايه يا اولاد؟ ها است زي كم عمرها يكون. طيب رجعت هبه سالت است داس دايناموتا، السؤال بادئ بفعل او است، يبقى بنجاوب بيا او ناين. ممكن نجاوب هنا بيا ونعمل بقى عمليه مقص كده، يبقى هنقول لها يا داس است. ها والدايني في السؤال في الاجابه تبقى مايني موتا. فهمت الاجابه دي ازاي؟ ها طبعا لو عايز اقول ناين اقول ناين دازيست مثلا مايني طنطي وليكن، خلاص. يا داسيست اهم حاجه موضوع المقص عندي. لو عندك دايني في السؤال في الاجابه تبقى مايني، خلاص. طيب تعال نحل اخر امتحان، الامتحان السادس، اخر امتحان هنحله سوا. والله كل ده عشان مصلحتك، عشان تقفل الامتحان. ها يلا اوعى تزهق، اوعى تخلي السرعه في 2 عشان تخلص الفيديو. عايزك تشوفه في بتأني، بنشرح وبنحل في نفس الوقت، وبنحل امتحانات اخر السنه. طيب الاختبار السادس بيقول لي هالو ايش بين ماريو هوبا ايش بين درايت سين يارا الت، انا عمري 13 سنه. ماشي يا سيدي. ايش كومي اوس فين، انا جاي من فين. وبعدين قال لي لكن انا اعيش فين؟ ان هامبورج. ماين فاتا والدي ابايتت باي دا بوست، يعني البريد يا اولاد، بوست يعني البريد. ماين موتا است هاوس فراو. اتقرأت لحد دلوقتي 3 مرات الكلمه دي، لو ما تعرفش معناها ايه ترجع تاني تعيد الفيديو من الاول. هاوس فراو يعني ربة منزل، هاوس فراو رب اتعادت 3 مرات. لو حضرتك في الكلمه دي بالذات ما تعرفهاش عيد الفيديو من الاول. Ich habe einen Bruder، أنا عندي أخ، und eine Schwester وعندي أخت. Am Samstag يوم السبت sind wir oft bei Oma، يوم السبت بنكون عند الجدة. Sie wohnt in Isching. Das ist ein Dorf، كلمة Dorf هنا جديدة، قرية. Und ich bin gern dort، وأنا بحب أكون هناك. خلاص دورف يا ولاد يعني قرية، خلاص. طيب تعال نشوف السؤال بتاعي. أول سؤال بيقول لك إيه؟ بيقول لي woher من أين ماريو يكون. جاي منين ماريو؟ أوس برلين ولا أوس هامبورج ولا أوس فين؟ الراجل فوق أهو قال لك أوس فين أهو في القطعة قدامك إيه؟ أوس فين، يبقى نمرة سي. في ألت إست ماريو كام سنة؟ أهو فوق برضه الراجل قال لك إيش بين درايت سين، صح كده؟ يبقى إيه؟ يبقى 13، يبقى نمر ب يا أولاد أهو. نمر ب هي اللي معناها 13 ظاهرة قدامك كده أهو. يبقى نختار إيه؟ دراي اتسين أهو، دي الإجابة الصح. طيب أكيد في أسئلة على القطعة في الصفحة الثانية. أهو بيقول لي إيه؟ بيقول لك فو أبايتت أين يعمل فاتا، أين فو يعني أين يعمل والد ماريو. باي فودافون باي زيمنس باي ديا بوست، طبعا في القطعة قال لي البوست اللي هو معناها البريد، البوسطة يعني. ماريو سموتا، مامة ماريو ليرين مدرسة. أبايتت نيشت معناها ما بتشتغلش، ولا أبايتت باي دير بوست ولا شغالة في البوسطة. طبعا ورا قال لي هاوس فغاو يعني ربة منزل، يبقى ده معناها يا ولاد نمر ب أبايتت نيشت مش شغالة. فوفونت دي أوما، الأوما عايشة فين؟ الجدة اللي هما بيروحوا لها عايشة مش إن هامبورج ولا إن فين، عايشة إن إيشنج. في فيلي جشفيستا كم عدد الأخوات اللي يمتلكها ماريو؟ في فيلي معناها كامل العدد، جشفيستا. ممكن نرجع للقطعة تاني ونشوف عنده كام. هو قال نرجع للقطعة بحيث نتأكد. هو اتكلم على نفسه وبعدين قال إيش هذا أين برودر، عندي أخ وعندي أخت، يبقى كام؟ هو عنده كده قد إيه؟ هنقول اتسفاي برودر هنا يا ولاد معناها أخين مذكر، طبعا غلط، يعني نمر غلط. اتسفاي جفيستن عنده أختين مؤنثين، غلط، يبقى تسفاي جشفيستر، عشان قلنا جشفيستر تمشي على المذكر والمؤنث، وقال عندي أخ وعندي أخت.
يبقى الاجابه الصح هنا تسفاي جيشفستر، وهنا معناها ايه؟ اخوه واخوات. نشوف الجراماتيك يا سيدنا. بيسالني على ادوات الاستفهام، وانا دايما لما يسالك على ادوات الاستفهام روح بص على الاجابه. يعني الاجابه عندك ماين فريند احمد ده عاقل، يبقى هسال عليه فير من. سهله، اي اداه استفهام يسالك عليها في الامتحان لازم ابص على الاجابه. عمرو هنا المفروض هعوض عنه بايه، صح؟ وبتاخد تي يبقى شبيلت. 3 دي اتكررت كتير قوي، وبرضه لو ما عرفتهاش وقف الفيديو وعيده من الاول، ماليش دعوه، عشان شرحت الفعل مشتن 3 مرات 5 مرات. قلنا مشتن ده فعل خاص، الايش والا والاس والزي مشتي. دازيست هير تامر، هنعوض على هير تامر باير هو. دازيست ايش فيستر، اتكررت ايش فيستر كتير قوي في الامتحانات. ايش فيستر اخت اداتها دي اداه الملكيه بتاع المؤنث مايني. خش على المواقف. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اس داس داين هوند، هو ده كلبك؟ المفروض حضرتك هتقول لي يا دازيست اير، ايوه هو. ايش بين هي، انا جديد هنا، غلط. ناين ايش بين شولر، انا تلميذ، ملهاش علاقه، يبقى نمر اللي هتنفع هنا. صاحبك بيقول ان برلين، ان اهو حرف الجر ان برلين، في برلين. يبقى هيقول لك فوفونس دو، او انت هتساله فوفونس دو ولا في جيتس دي ولا فوهيا كومس دو. فوهيا كومس دو عايزه في الاجابه حرف الجر اوس. في جيتس دي بتاع الصحه، انت عامل ايه؟ هاو ار يو. يبقى فوفونس دو، اين تسكن. انت بتسال عن العمر، الالتر اهو العمر، الاسئله بتتكرر والله، يبقى لا وتسي لا، تبقى نمر بي في الت بيس دو، كم عمرك. دو جايست ناخ هاوس، انت رايح المنزل، ذاهب الى المنزل، يبقى هتقول لي ايش بين جانس الاين، انا لوحدي، ولا هتقول لي جوتن موجن، ولا تشوس يعني مع السلامه، الى اللقاء، دي اللي تتقال يا اولاد وانت رايح للبيت. خلاص احنا مع بعض وهتسيبني وتمشي، يبقى تشوس. الكلمه المختلفه، دويتش، انجلش، بوخ، ايطاليانش، طبعا هتختار بوخ وانت مغمض عينك، الباقي لغات. نخت، ابند، موجن، شولي، هتختار شولي مدرسه، الباقي ديت بتاعت الازمنه اوقات اليوم، موجن وابند ونخت. لايبتسيش، برودر، برلين، منشن. هسيبك تفكر كده، يا ترى هتستخدم انهي المختلف؟ اكيد برودر. فوسبال، دويتش، تنس، فوليبال، يبقى دويتش عشان دي لغه والباقي العاب. ليزن، هاوس، شرايبن، ابايتن، يبقى هاوس هو المختلف لان الباقي افعال اخرهم اي ان. يلا بينا يا بطل نشوف المحادثه. توماس بيقول له هالو، هي است توماس، معاك توماس. هيساله سؤال، قال له جوتن تاج توماس، ناين كلاوس است نشت هي، لا كلاوس مش هنا. يبقى السؤال هنا الاول بادئ بيه يا اولاد. ادام رد قال لي ناين، يبقى السؤال بادئ بفعل. الفعل جيبه منين؟ جيبه من الجمله ده اهي، شفت الجمله اللي بعلم عليها ده اهي، بس كل اللي هتعمله عمليه مقص. يعني انت هتقول له ايست كلاوس، مثلا هي او ده. شفت جبت السؤال بتاعي منين واداه الاستفهام. ايست كلاوس، هي عملنا عمليه مقص يا اولاد. بقول له هل كلاوس هنا؟ قال لي ناين كلاوس ايست نشت هي. هساله سؤال، قام قال لي ايست ان ده شولي اهي، ان ده شولي في المدرسه ده هنا مكان، يبقى هسال عليه فو، وبعدين عمليه مقص ما بين دول، يعني هتقول لي فو ايست اهو، بس كده. اين يكون هو؟ طيب توماس قال لي دانك تشوس، هترد تقول له ايه؟ هتقول له تشوس، او ممكن اقول له بيس شبيتا. خلاص الى اللقاء، ودعه يا عم. قال لك تشوس، اقول له تشوس او بيس شبيتا. خلاص. طيب اتمنى كده تكونوا استفدتوا حاجه من المراجعه الاولى دي. مراجعه اولى على فكره حلينا فيها حوالي 5 امتحانات، 5 امتحانات. انا مش عايز اطول عليك في الفيديو ده، هنزل لك محاضره كمان مراجعه هحل فيها السابع والثامن والتاسع والعاشر، 4 امتحانات كمان، عشان يبقى كده انت خدت محاضرتين فيهم الخلاصه بتاع المنهج. وانت شفت معايا في الامتحانات اللي احنا بنحلها الاسئله يا اولاد بتتكرر، الاسئله بتتكرر. يعني انت بس ركز معايا في النقط، يعني هتلاقي الالتر العمر، وهتلاقي ادوات النكره، وهتلاقي الاربايتن الشغل، هتلاقي في حاجات كتير اتكررت واحنا بنحل. اداه الكلمه زي كلمه برودر وجفستر، الكلمات دي اتكررت. هي فكره انك تركز معايا في حل الاختبارات ديت. انا زي ما قلت لك لو انت ملتزم من بدايه السنه وبتذاكر كويس، فدي مراجعه ان شاء الله تقفل الالماني وانت مرتاح جدا جدا.
لو ما كنتش بتذاكر برضه الحل الامتحانات هيخليك داخل الامتحان عارف 3/4 الامتحان. انت يعتبر الامتحان معاك اصلا، ما هو هيجيب لك ايه غير دول؟ ما احنا بنحل امتحانات زي بتاعه السنوات اللي قبل كده، فانت هتبقى داخل الامتحان وانت مطمن. فعشان كده بقول لك ابوس دماغك، ركز واحنا بنحل الامتحانات دي، بلاش تتشتت في حاجه خارجيه، ركز معايا. وان شاء الله باذن الله كمان المراجعه الجايه المحاضره الثانيه هتلاقي فيها امتحانات كويسه جدا وفيها افكار، بس اتمنى ان المحاضره ديت تركز فيها كويس جدا جدا. خلاص، اتمنى لكم النجاح والتوفيق، ونتقابل ان شاء الله في محاضره جديده ومراجعه نهائيه وليالي امتحان ان شاء الله مع الهير، وان شاء الله التقفيل يا اولاد لعبتنا. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.